أغرب حيوان على وجه الأرض هو دب الماء، وهتستغرب جدا لما تعرف قدراته الخارقة. تعال ندخل في الموضوع على طول. دب المية هو حيوان بطيء المشي، وعمرك ما هتشوفه بعينك العادية. علشان تشوفه لازم تشوفه تحت المكبر أو المجهر، وتم اكتشافه لأول مرة سنة 1773 من قبل قسيس ألماني اسمه يوهان. والحيوان ده طوله بيتراوح من نص ل1.5 مليمتر، وبالرغم من حجمه الصغير جدا ده إلا إنه بيقدر يعيش من غير مية أو هواء لعشرات السنين. يعني مثلا يقدر يعيش 20 أو 30 سنة من غير مية أو هواء، وعنده 8 رجلين ومخالب حادة جدا يقدر يدافع بيهم عن نفسه من غير ما تحس بيه نهائي. وبعد الدراسات والأبحاث اكتشف العلماء إن دب المية هو الحيوان الوحيد اللي يقدر يعيش في الفضاء الخارجي لسنين طويلة. كمان دب المية بيقدر يعيش في جو فيه رياح شديدة جدا، أو يعيش في جو مشمس ودرجة حرارته ممكن توصل ل 357 درجة مئوية. يعني من الآخر كده الحيوان ده مفيش أي حاجة في الدنيا بتأثر فيه نهائي. طبعا هو بيعيش في المية لأنها الموطن الأساسي ليه، لكن العلماء اكتشفوا إن هو يقدر كمان يعيش في الجبال والصحاري وأماكن كتير. آخر معلومتين هنذكرهم عنه إن دب المية بيقدر يتحمل إشعاع غامة، والإشعاع دوت بيقتل أي حاجة في لمح البصر. ده غير إنه عمره بيوصل ل 200 سنة تقريبا. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط له لايك وتشترك في القناة وتتابع كل جديد أنا بقدمه. سلام.